الفيلم بيبدأ بمستر أندرسون وكان رايح الشغل بتاعه متأخر، والمدير بيزعق له على التأخير بتاع كل يوم وبيحذره ان هو هيرفضه من الشركة، وهو شغال في شركة للبرمجة. وبعدها بيكون في مكتبه شغال وبيجيله ساعي البريد وبيديله ظرف، وبيفتحه بيلاقي تليفون جواه وبيرن عليه واحد اسمه مورفيوس بيقول له انا كنت عاوز اكلمك لما تكون مستعد، بس الظاهر مفيش وقت والعملاء وصلوا لك وجايين يقبضوا عليك. وما كانش مصدقه في الاول، ومورفيس بيقول له قوم شوف بنفسك، وبيبص عليهم وبيعرف ان مورفيس عنده حق وبيهرب منهم. ومورفيس بيقول له نفذ اللي هقوله لك بالظبط وهقدر اخرجك، وبيتحرك زي ما هو بيقول له بالظبط، وبيقول له انت ازاي بتعرف مكانهم؟ قال له مش مهم دلوقتي، ودخل غرفة المدير بتاعه وقال له قدامك خيارين، لا تسلم نفسك لا تخرج تنط من على السقالة، وبيقفل السكة وبيسيب له الاختيار. ومستر أندرسون بيخرج من الشباك وبيحاول يهرب، بس بيخاف يموت وبيستسلم وبيسلم نفسه للعملاء، وبياخدوه عشان يحققوا معاه وبيقولوا له احنا عارفين عنك كل حاجة يا مستر أندرسون، انت الصبح شغال في شركة برمجة وبالليل مسمي نفسك نيو وشغال بتخترق الشركات الكبيرة عشان تبيع البرامج بتاعتها. ونيو قال له انا من حقي يجيلي محامي. قال له اكيد طبعا، بس هتكلمه ازاي لو مش هتقدر تفتح بقك؟ وفعلا بقه ابتدى يقفل وما كانش عارف يتكلم، وبيحطوها على الترابيزه وبيطلعوا جهاز تتبع على شكل حشره الكترونيه وبيحطوها عليه وبتخترق بطنه، وبيصحى من النوم وبيفتكر ان ده كله كان حلم وان ما حصلش حاجه زي ديت اصلا. وبيجي له مكالمه من مورفيوس وبيقول له لو انت عايز تتاكد اللي انت شفته دوت حقيقه ولا حلم تعالى قابلني. وبيروح يقابله، واول لما بيخش العربيه في واحده بتثبته بمسدس وتقول له عشان لو اتحولت لعميل، وهو ما كانش فاهم قصدها ايه. وفي بنت كانت معاها اسمها ترينتي وبتحط له جهاز على بطنه وتقول له اثبت عشان اعرف اطلع لك جهاز التتبع. وفعلا فضلت تدور عليه، بتطلع الجهاز وبترميه بره العربيه، وهو ما كانش مصدق اللي حصل دوت حقيقه. وبياخدوه لمورفيوس عشان يقابله، ومورفيوس قال له انا عارف ان عندك اسئله كتير عاوز تعرف اجابتها، بس باختصار انت عبد هنا وقدامك خيارين، الحبايه الزرقاء لو خدتها هتصحى من النوم وهتنسى اللي احنا اتقابلنا اصلا وهتكمل حياتك زي ما انت، لا تاخد الحبايه الحمراء وهقدم لك كل الحقيقه، بس انا هقدم لك الحقيقه بس مش اكتر. وهو اختار الحبايه الحمراء، وخدوه دخلوه اوضه وابتدوا يجهزوه وركبوا له مجسات على جسمه وقالوا له عشان نعرف مكانك لما توصل. وسالهم اوصل فين؟ قال له هتعرف كل حاجه دلوقتي. وبيبص على المرايه اللي جنبه وبيلاقيها بتتحرك معاه، ولما لمسها لقاها بتتحرك على جسمه وبتاكله. وفجأة بيصحى في العالم الحقيقي وبيكون في مكان غريب جدا وبشر كتير موجودين حواليه وكلهم في غرف متقفلة ونايمين، وبتيجي آلة بتفصله من الغرفة بتاعته وكل المجسات اللي في جسمه بتفك وبيرموه في المجاري عشان ما بقاش ليه لازمة. وبعدها مورفيس بيقدر يوصل له وبيطلعه وبياخدوه على غرفة العلاج ويبدأوا يعالجوه. ونيو بيقول لهم ان جسمه مش حاسس بيه. مورفيوس قال له عشان اول مرة تستخدم جسمك، وبعدها بيرجع ينام. ولما بيصحى من النوم بيشوف جسمه والمجسات اللي عليه، وبيشوف كمان في فتحة في دماغه. ومورفيوس بيجيله وبيسأله احنا فين؟ مورفيوس قال له السؤال الأهم احنا امتى؟ قال له انت فاهم ان احنا سنة 2000 لكن الحقيقة ان احنا سنة 2200. وقال له تعالى معايا وهفهمك على كل حاجة، وفرجه على السفينة بتاعته وقال له من السفينة ديت بنقدر نخش من خلالها على عالم الماتريكس. وقعدوا على جهاز عشان يبدأ يشرح له، ووصله بالجهاز ده وبيفتح عينيه لقى نفسه في برنامج تعريفي على الكمبيوتر. مورفيوس قال له ان البرنامج ممكن نحمل عليه اي حاجة قبل ما ندخل الماتريكس، ملابس، اسلحة، حتى لو عايزين نتدرب على اي حاجه ممكن نعملها هنا وبنحملها على عقلنا. ونيو قال له هو دوت مش حقيقي؟ ومورفيوس قال له هو ايه الحقيقي من وجهه نظرك؟ الاكل اللي بناكله ولا بندوقه ولا الهواء اللي بنشمه؟ دي كلها حاجات العقل هو اللي بيترجمها باشارات كهربائيه. وقال له دوت العالم اللي انت عارفه بشكله الجميل والحياه فيه طبيعيه، بس ديت مش الحقيقة، اللي انت كنت عايش فيه ده كان حلم واسمه الماتريكس. وقال له دوت شكل العالم الحقيقي دلوقتي، وان البشر في القرن ال21 بنوا الذكاء الاصطناعي والآلات قدرت تطور نفسها وكانوا عاوزين يسيطروا على الارض، والآلات هجمت على البشر عشان تبيدهم من على الارض، والبشر حرقوا السماء عشان الآلات كانت بتعتمد على الطاقة الشمسية، وبعديها الآلات كلها هتموت عشان مش هتلاقي مصدر طاقة. بس الآلات وفرت لنفسها طريقة جديدة للطاقة وقدروا يتغذوا على طاقة البشر. وفي العالم الواقعي البشر ما بيتولدوش، احنا بنتزرع في حقول كبيرة جدا عشان الآلات تتغذى على طاقتنا. والماتريكس عبارة عن برنامج كمبيوتر عشان يخلي العقل البشري يفضل شغال وينتج طاقة للآلات تتغذى عليها. والإنسان كل لما بيكبر بينتج طاقة أكبر، والآلات عاوزة تحول البشر لبطاريات تتغذى عليها. ونيو ما كانش مصدق اللي بيحصل ده كله وخرج من البرنامج التعريفي، وبعديها أغمى عليه. ولما بيصحى بيلاقي مورفيوس معاه وقال له ينفع ارجع تاني؟ قال له للاسف لا، بس لو قدامك انك ترجع انت فعلا عاوز ترجع. الماتريكس لما اتبنت بيتولد فيها شخص بيقدر يغير اي حاجه في الماتريكس واسمه المختار، وهو اللي حرر اول مجموعه مننا. وكل مره بيموت المختار
بيظهر واحد جديد، وانا كنت بدور على المختار الجديد لحد لما لقيتك وحسيت ان انت هتكون المختار. وبعديها بيسيبه وبيجيله تانك وبيقول له انت ازاي ما عندكش فتحات في جسمك؟ قال له انا واخويا من البشر الاصليين مش مزروعين. وقال له انا هحمل برامج على دماغك عشان ادربك. وخده وابتدى يدربه وبيعلمه حاجات وبيرفعها على عقله. وفعلا ابتدى يتعلم المصارعه اليابانيه والكونج فو والتايكوندو. ودخل مورفيوس وخده على برنامج التدريب وابتدوا يتعاركوا مع بعض ويضربوا في بعض. ونيو ابتدى يقتله بس كان اضعف من مورفيوس. ومورفيوس قال له حرر عقلك، احنا في برنامج كمبيوتر تقدر تعمل اي حاجه انت عاوزها. وبيقتله تاني بس المره دي بيكون اقوى واسرع وبيتغلب عليه. ولما بيخرجوا بيلاقي دم على بقه. ومورفيوس بيقول له ان لو مت في الماتريكس عقلك بيموت في الحقيقه وجسمك بيموت معاه. وتاني يوم مورفيوس بياخده في برنامج شبه الماتريكس وبيشرح له ان اي حد في الماتريكس ممكن يتحول لعميل. وشاف بنت ماشيه جنبه قال له بص عليها تاني، لقاها عميل. وسأل مورفيوس وقال له مين دول؟ قال له ان دول برامج لحمايه الماتريكس زي انتي فيروس لبرنامج الماتريكس، وبيقدروا يتجسدوا على شكل اي حد ما تمش تحريره وبيدخلوا جوه اجسامهم. وبعديها الآلات بتعرف مكان السفينة بتاعتهم وهم بيستخبوا منهم، بس لازم يفصلوا الطاقة عن السفينة وما يكونش حد متوصل بالكمبيوتر لإلا هيموت جوه الماتريكس. وبعد لما بيفصلوا الطاقة السفينة بتختفي وفعلا الآلات ما بتشوفهاش. وبالليل نيو بيروح يقابل مساعد مورفيوس وبيسأله لو بيفهم حاجة من الأرقام ديت. قال له هي بالنسبة لك أرقام، لكن لما بتشوفها باستمرار هتشوف أشخاص عاديين. يعني أنا شايف بنت صغيرة بتلعب ووالدها بيلعب معاها، مش شايف أرقام أصلا. وبعدها مورفيوس بيقول لهم إن هم هيروحوا للعرافة عشان تشوف نيو. ولما بيروحوا لها بتقابل نيو تقول له ما تقلقش انا مش هزعل عليها. وفجأة الفازة اللي جنبه بتقع وتقول له انا قلت لك انا مش زعلانه عليها. وبيقول لها انت بتعرفي الحاجات دي ازاي؟ بتقول له في ناس في الماتريكس عندهم قوه وكل واحد ليه قوه مختلفه، انا بقدر اشوف المستقبل. وبتشوف ايده وتقول له انت فيك كل متطلبات المختار، بس انت حابس قوتك ومش عاوز تظهرها عشان مستني اشاره معينه. وبعدها بيمشوا وكانوا راجعين على العالم الحقيقي، بس لازم عشان يرجعوا عن طريق تليفون ارضي عشان يكون متوصل بالنت عشان يقدروا يرجعوا للعالم بتاعهم. وتانكي بيوديهم بيت فيه تليفون وكان ماوس مستنيهم هناك. بس نيو بيشوف قطتين بنفس الشكل، ودي حاله اسمها الديجافو، ان الواحد بيشوف الحاجه مرتين ورا بعض او بيحس انه شاف الحاجه دي قبل كده او حصل له نفس الموقف ده قبل كده. ومورفيوس بيقول له ما دام شفت الحاجه بتتكرر يبقى حصل تعديل في الماتريكس والشرطه عرفت مكاننا. وبعديها العملاء بيوصلوا الماوس وبيقتلوه وهم بيهربوا. مساعد مورفيوس بيعمل صوت وبيعرفوا مكانهم وبيكونوا هيقبضوا على نيو، بس مورفيوس بيضحي بنفسه عشان يقدروا يهربوا. وبعدها بيضربوه وبيقبضوا عليه وبيروحوا على نقطه الخروج الجديده، بس بيكون تانك خرج مساعد مورفيوس قبلهم. وبعدها بياخد سلاحه وبيقتل تانك واخوه وبيكون خانهم واتفق مع العملاء انهم يرجعوه يعيش في الماتريكس تاني وينسى كل اللي حصل في العالم الحقيقي. وبعدها بيقتل في مساعدين مورفيوس واحد ورا واحد. ويجي الدور على نيو بيقول له لو انت المختار بجد تقدر تمنعني. وتانك بيفوق وبيقدر يقتله. وبعدها بيرجعوا وتانك بيقول لهم ان مورفيوس عارف مكان اخر مدينه للبشر، ولو قال للعملاء مكانها هيتواصلوا بالالات وهتهجم على المدينه. وبيقول لهم لازم نقتل مورفيوس. ونيو بيكون عاوز يحرره وما بيرضاش يقتله وبيدخل برنامج للتغذيه عشان يجيب اسلحه. وترينتي بتقول له ان هي هتيجي معاه وبيطلبوا من تانك اسلحه كتير. وبعدها بياخدوا الاسلحه وبيطلعوا على المبنى اللي فيه مورفيوس وبيتعاركوا مع كل اللي موجودين هناك وبيقتلوهم. وبيطلعوا فوق السطح وبيقتلوا كل اللي عليه. وكان في عميل هيقتل نيو بس اتحرك زي العملاء بالظبط. وبعدها العميل قرب منه وكان هيقتله، ترينتي لحقته وقتلته. وبعدها بينزلوا بطياره بينقذوا مورفيوس. ومورفيوس بيفوق وبيجري ناحيته بس في عميل بيضربه في رجله. وبعدها نيو بيلحقه قبل ما يقع وترينتي بتاخدهم وبيهربوا وبيروحوا عند محطه قطر قديم عشان يرجعوا للعالم الحقيقي. واول واحد بيخرج مورفيوس وبعدها ترينتي. وهي خارجه بيكون وصل عميل وبيضرب عليها نار وبيمنع نيو من الخروج. وبعدها نيو بيصدق ان هو المختار اخيرا وبيتعارك معاه وبيفضلوا يضربوا في بعض ويقاتلوا في بعض لحد لما العميل بيوقعه قدام القطر وبيقول له دي نهايتك يا مستر اندرسون. وبيضربه وبيقدر يموت العميل. وبعدها باب القطر بيفتح وبيخرج عميل جديد وهو كان بيهرب والعملاء بيفضلوا يطاردوه. وبياخد تليفونه وبيكلم تانك وبيديله مكان للخروج وبيروح على المكان اللي فيه التليفون والعملاء بيفضلوا يطاردوه لحد لما بيوصل المكان. واول لما بيفتح الباب كان في عميل مستنيه وبيضربه بالنار وبيقع على الارض والعميل بيكمل عليه لحد لما يموت. والالات ساعتها بتكون وصلت للسفينه في العالم الحقيقي وعشان يموتوهم لازم يفصلوا الكهرباء عن السفينه وساعتها نيو مش هيقدر يرجع تاني. وترينتي بتقول له ان العرافه قالت لها ان هي هتحب المختار وانا حبيتك انت. وبعديها بيرجع للحياه تاني بس المره دي بتتحقق نبوءه العرافه وان الحب هو الحاجه اللي كان مستنيها تحصل عشان يبقى المختار. والعملاء بيضربوا عليه نار بس هو بيوقف الطلق كله بايديه وبيرميه على الارض. وفي عميل بيروح يتعارك معاه بس بيفضل يضرب فيه وبيحس ان الموضوع بقى سهل جدا. وبعديها بيدخل جواه ويقتله
وبقيه العملاء بيخافوا منه وبيهربوا، وهو بيجري عشان يلحق يرجع قبل ما الآلات تقتلهم. ومورفيوس بيقفل الكهرباء عن السفينه والآلات كلها بتموت، ونيو بيرجع للحياه من تاني وبيرجع لترينتي. والفيلم بيخلص على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناه ولايك عشان يدعمنا نستمر. سلام.